السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم فيديو جديد من قناه مروه علوي على اليوتيوب. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تدعم الفيديو ده باللايك، سبسكرايب، ما تنساش تفعل زر الجرس لو مش مفعله. يلا بينا نخش في الفيديو على طول بدون مقدمات طويله. يا باشا هقول لك اول حاجه هبتدي فيها الحلقه ان الدوري رسميا في الجزيره، ودوري ياسر ابراهيم بامتياز بامتياز بامتياز. يا جدعان ياسر ابراهيم شال كوره في ماتش سيراميكا في اخر الماتش في البلاس 90، حرفيا كان سيراميكا ممكن تتعادل معانا ويبقى ده، لا ودت الدوري في حته تانية، شالها من على خط المرمى. امبارح وسام ابو علي بيجيب جون في دقيقه 95 وحاجه و30 ثانيه. اصلا الزمالكاويه اتجننوا قالوا لك التحكيم سايب لنا 30 ثانيه 37 ثانيه. يعني هو الحكم صفر في الدقيقه 96 وهو مدي وقت بدل ضايع 95، وانت معاك الكوره في الدقيقه 95 وبهجمه خلاص. هما بس يعني خلوهم يتجننوا، سيناريو صعب على اي حد يستوعبه ضدنا طبعا. خلاهم يتجننوا يا باشا. يقول لك تاريخ الاهلي كله بالتحكيم، وانت اصلا اتفرجت على تاريخ الاهلي كله ايه؟ انت اخرك كل اللي اتفرجت عليه 10 سنين مثلا، لو انت من زمان يعني وانت متابع جيد يعني. لا مفيش. فحابب اقول برضو تاني حاجه عماد النحاس فرق في شكل الاهلي. اول ثلاث ماتشات او اول ماتشين، ماتش بتروجيت وحرس الحدود والمصري، كان عامل اداء جامد. ماتش سيراميكا وماتش البنك الاهلي بتاع امبارح، احنا بنتفرج على نسخه مصغره من كولر. آم، تبديلات غريبه، يعني انت بدلت بدري قوي بن شرقي، حاجات يعني ايه عادي مش مهم. الراجل اصلا ممكن يكون لسه ما طبقش افكاره بنسبة 100%. الراجل يعني خلاص، هو اصلا اخر ماتش ليه الماتش الجاي قدام فاركو، وبعدها خلاص يعني الدوري هيخلص على كده. وفيريرا المدرب الجديد برضو فيريرا ده، انا بس حابين نبقى نسيبه لما نشوف اول ماتش ليه باذن الله نبقى نتكلم عليه. ماشي يا باشا، ماشي. طب الدوري الاهلي هيعمل فيه ايه؟ خلاص بيراميدز في المركز الثاني، الاهلي يكفيه التعادل الماتش الجاي بس ويحصل على الدوري بنسبه رسميه. وانا كده كده بقول لك هو الدوري اهلاوي. سيناريو جامد جدا. أم، والسيناريو صعب على بيراميدز، ولكن بس نقطه تعقيب بس لازم اعقب عليها. بيراميدز مفيش فرقه، مفيش يا بيراميدز مفيش فرقه بتنافس على الدوري في المركز الاول تخسر ماتشين ورا بعض وبفرق سكور وخلاص انتوا فقدتوا الامل. انا حسيت ان لعيبتكم فقدت الامل. يعني المدرب يوريشيتش ده حاسه كان هيقلع لكم ملط في الماتشين، حرفيا كان تحسه هيقلع لكم ملط في الماتشين. مفيش. اللعيبه استهانت قوي، واحمد الشناوي ضيع على بيراميدز الدوري. احمد الشناوي هو اللي مضيع مش التحكيم. فكك من التحكيم وفكك من الكلام اللهبل ده. اللائحه اصلا يا باشا الزمالك ماضي عليها وبيراميدز ماضي عليها، مش هيقدروا يعملوا حاجه حتى لو القرار غلط بتاع اللائحه. بس ما الاهلي استغلها، ما الاهلي استغلها يا باشا. الاهلي استغلها وفهم ان القرار ده عبيط، حاجه عبيطه قوي حطها الرابطه ولا مش عارف حطها الاتحاد واستغلوا. والبيراميدز ماضي عليه والزمالك ماضي عليه وكل حد والانديه كلها ماضيه عليه. وفكك فكك محدش بيتابع يا باشا، وعدت وخلاص. اصلا اللي حاطط القرار ده طه عزت الزملكاوي، الله اعلم بنيته. كان بيحط عشان الزمالك عشان ينسحبوا بقالهم كام سنه بينسحبوا ولا لا، الله اعلم بيه يعني. بس اهو مفيش حاجه، مش هتقدر تقول ان هو في الزمالك لا. طب ايه الجون اللي جبناه امبارح؟ يقول لك تحكيم يا باشا. ال 30 ثانيه دول هم دول مضايقينك قوي. 30 ثانيه مش مهم، مش فارق معايا يا باشا. انا كسبان الدوري بسيناريو عالمي وسيناريو ممتع وحاجه كده، يا ريت تتكلم كل سنه.